السلام عليكم يا حلوين، يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة بقى جايه لكم بفيديو جديد وروتين جديد، اول روتين بعد العيد. لكن مش اول فيديو بعد العيد، نزلت لكم حوالي فيديوهين او ثلاثة بعد العيد. لكن ده كان اول روتين زي ما انتم شايفين معايا كده. اتحمست بقى واتشجعت كده النهارده وحفزت نفسي. قلت بلاش كسل بقى من بعد العيد، مكسلين ومنتخين كده وما بنعملش حاجة. فقلت بقى ارجع لكم بقى النهارده بفيديو روتين. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. بس لو لسه ما اشتركتوش في القناه بقى، بتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش بقى الكومنت الحلو بتاعكم واللايك الحلو بتاعكم. ويلا بينا بقى ندخل الفيديو بتاعنا. اول ما دخلت بقى على المطبخ كده، انا بدات بالمطبخ عموما. فانا كنت عندي مواعين كده غسلها من بالليل او حلل او كده، بدات ان انا ارجعهم مكانهم. اول حاجه هعملها جاي على بالي اصلا من امبارح بالليل بس انا قلت خليني اعمله من الصبح، ان انا اعمل عناب ساقع او الكركديه الساقع. هو ليه اسمين يعني. فانا بدات بيه الاول علشان اخلصه واحطه بقى في التلاجة او في الفريزر يشبر كده شويه عبال ما اخلص، لان الجو حر زي ما انتم عارفين. فانا جبت كده شويه من العناب زي ما انتم شايفين معايا. اول كركديه الاول جبت شويه غسلتهم كده في المصفى عشان طبعا ينزلوا التراب اللي فيهم، وحطيت كده نص الحله ميه وحطيت فيها الكركديه بتاعي، واحط عليه سكر وهحطه بقى على النار ياخد غلوه، وبعد كده هطفي عليه. حطيته كده على النار زي ما انتم شايفين. ده بصوا بقى بيبقى تحفه، تشربيه كده وهو مشبر. بصي بيديكي بقى انتعاش ويرطب كده على القلب، بجد جميل. انا ما كنتش بعمله من زمان يعني، لسه عاملاه من فتره قريبه يعني. فانا جربته فطلع حلو قوي، وخصوصا بقى هو ساقع بزياده يعني، لما يكون ساقع مشبر كده في الفريزر. هنا كنت بغسل المصفى اللي انا استخدمتها، وهنا بقى عندي شويه باميه كده جايين لي بقى. بصوا جايين لي من الارض على طول. اخت جوزي كانت جايباهم لي من قبل العيد، يوم الوقفه بالظبط او قبل الوقفه بيوم. فالمهم ما كانش عندي وقت ان انا اسلقهم، فانا سبتهم في التلاجة. فقلت بقى بدل ما يبوظوا، طبعا عارفين الباميه لسه طالعه غاليه اساسا، فهي جايباهم لي كده، هي زرعها قدام البيت. واول ما الباميه كده طرحت او طلعت، فجابت لي بقى الشويه دول. طبعا الباميه وهي لسه طالعه كده بتبقى طعمها اصلا جميل، وانا جوزي بيحبها بيموت فيها الباميه. الباميه باللحمه كده بتبقى جميله، بس هو مش موجود دلوقتي، فانا مش هطبخها بقى، انا هسلقها واشيلها في الفريزر لحد ما هو يجي، وبعد كده ابقى اعملها وهو موجود. حطيت بقى حله كده على النار فيها شويه ميه يغلوا، وحطيت فيها عصرت فيها نص ليمونه، وحطيت القشر بتاع الليمون برضو. وهبدا ان انا اقمع الباميه زي ما انتم شايفين كده. هي باميه صغيره وفيها كام واحده كبيره، بس مش كبيره قوي يعني، بس يعتبر برضو صغيره وطريه كده، مش اللي هي بتبقى ناشفه دي، عشان دي لسه اول باميه تطرح عندها من الباميه اللي هي زرعاها فهي جابتها لي على طول. بدات بقى ان انا اقمع كده في الباميه زي ما انتم شايفين. هنا كنت بوريكم ان هي بتتقمع كده من يعني ايه، بنلف عليها بالسكينه كده زي ما انتم شفتوا معايا اول واحده انا عملتها خالص. لكن انا بصراحه بستسهل، انا بشيل الحته دي اللي هي القمع ده كله على بعضه وخلاص. هي بتفرق بس في الشكل، بس انا ما عنديش طول بال، خصوصا بقى كمان لما تكون الباميه صغيره كده بتاخد مني وقت وبتقعد تشوك وتعمل، فانا بستسهل وبشيل القمع كله على بعضه وخلاص. انا كنت بجهزها عبال ما الميه تغلي، علشان احطها ومولعه برضو على الكركديه جنبي، وكل شويه ببص عليها عشان ما يفرش على البوتاجاز ويبوظ الدنيا. خلصت كده الباميه، الم بقى الحاجات دي كده في الكيس، وطبعا على الزباله على طول. دي كانت واحده واقعه مني على الارض، فقلت خساره يعني. وهنا بقى بدها شطفه علشان انزلها بقى في الميه المغليه. مجرد ان انا انزلها في الميه المغليه تقعد حوالي دقيقتين بس، تبدا ان هي تغلي. يعني مش هتاخد ربع غلوة حتى، وبعد كده اروح مطلعاها على مية ساقعة او مية من الحنفية عشان اوقف عملية التسوية بتاعتها، عشان مش عايزة اسلقها، انا بس عايزة اديها كده صدمة كده في المية السخنة، ومن مية سخنة لمية ساقعة، بحيث ان انا احفظها في الفريزر وتفضل محافظة على اللون بتاعها الاخضر ولونها ما يغيرش. هنا الكركديه بتاعي بقى كان غلي، وبصوا شكله جميل وتقيل. انا سبته يغلي غلوتين كده عشان يبقى تقيل كده وحلو. ركنته على جنب وسبته عشان يبرد شويه، وبعد كده ابدا ان انا اصفيه وادخله على الفريزر جري.
هنا بقى عايزه اقلب كده في الباميه، مش عايزه اشغل نفسي بحاجه تانية عشان بس ما اسهاش عنها ان هي تغلي بقى ولا كده. انا مش عايزاها تغلي، عايزاها بس تبدا ان هي تدخل بس في مرحله غليان زي ما قلت لكم. بقلب فيها كده، طبعا شايفين لونها اخضر وجميله ازاي. طاجن باميه بقى باللحمه، كده كده اللحمه موجوده بقى عندنا الايام دي فاحنا واقفين كده بس على التنفيذ، كده الباميه موجوده وكده اللحمه موجوده، مستنيين بس اللحظه اللي احنا هننفذ فيها هنعمل بقى احلى طاجن باميه. هبقى اصوره معاكم واوريه لكم. هنا خلاص كانت بدات ان هي تغلي تقليبه بقى كده، ويلا هطفي عليها وعلى الحوض. شغلت بقى الحنفيه وحطيت بوله كده تحت المصفى، ويلا والحنفيه شغاله كده، نزلت بقى الباميه كلها بالميه السخنه اللي فيها، وهبدا ان انا افضل اشطف فيها كده واغير لها الميه كذا مره لحد ما اتاكد ان هي بردت تماما، علشان ما تتهريش، وعشان اوقف عمليه التسويه زي ما انتم عارفين. فضلت بقى اشطف فيها وافضي في البوله، ومن البوله للمصفى وهكذا لحد ما بردت خالص. هنا بقى كان في شويه مواعين صغيرين كده، الحاجات بس اللي انا استعملتها. ركنت الباميه بقى على جنب هي تتصفى وتبرد برضو براحتها. والكركديه جنبي برضو سايباه يبرد براحته، بس هشطف الحاجات اللي انا استعملتها دي على السريع كده علشان ما اكومش مواعين في المطبخ، لان انا كنت مروقه من بالليل زي ما انتم عارفين، فما كانش فيها حاجه اصلا مش نظيفه، فبرضو عشان ايه اول باول كده. هركنهم بقى كده على جنب برضو يصفوا، وبعد كده ادخلهم في ضرفة المطبخ، يعني في المكان المخصص ليهم يعني. هنا خلاص كنت بشطف المصفى وهغسلها بقى علشان اصفي فيها الكركديه، كان هدي شويه. وكمان انا كده كده لسه هحط عليه شويه ميه تانيين، ميه ساقعه يعني او ميه من الحنفيه، فدول برضو هيساعدوا ان هو يبرد اكتر من كده. هو كان لسه دافي يعني او لسه سخن شويه. بدات بقى ان اصفيه، شايفين تقيل ومركز ازاي. ده بقى لما بيبقى مشبر بقى يخرشي على طعمه وبقى تحفه. هنا بقى صفيته، وهبدا بقى ان انا افضيه بقى في شفشق بلاستيك. ما رضيتش افضيه بقى في شفشق ازاز، لان انا هدخله الفريزر. فبما ان ادخله الفريزر فالشفشق البلاستيك احسن. انا هنا كنت عايزه اوريه لكم ازاي، يعني هو تقيل ومركز، بس ايه هوريه لكم بقى وهو سخن كده، بما ان هو لسه ياخد وقت عما يسقع، هكون انا خلصت معاكم الفيديو. فانا حبيت اوريه لكم بس كده. وفضيته تاني، وهسيبه بقى يعيش حياته بقى لحد بالليل. لحد بالليل بقى في السهرة كده او قبل المغرب كده نشرب منه بقى، هيبقى جميل ان شاء الله. وهنا كان عندي بقى طلعت العلبة بتاعة البيض، وعندي بقى بيض بلدي جاي لي برضو من اخت جوزي، بس اخت جوزي التانية بقى انا قاعده بلم منهم كده اللي تجيب لي بيض واللي تجيب لي لبن واللي تجيب لي باميه، فانا قاعده بس بستقبل بس. فهي جايبه لي بيض بلدي، كانت جايبه لي يوم العيد، واحنا كنا بنعيد عليهم، فهي اديته لي واحنا هناك يعني. فكانت العلبه دي مليانه. كنت جايبه انا طبق بيض قبل العيد او يوم الوقفه، يعني قبل الوقفه بيوم، علشان يبقى عندي متوفر في عيد، فما كانش في مكان، فانا استعملت منه شويه. قلت بما ان بقى العلبه فيها مكان افضي فيها البيض ده عشان ايه ما يتكسرش ولا حاجه. وهنا بغسل برضو الحاجات اللي انا استعملتها. وكان في ازازتين فاضيين كده جبتهم، خالي سلمى جابتهم لي، هغسلهم برضو وادخلهم التلاجة يسقعوا. انا كنت عايزه اخلص بسرعه بسرعه كده قبل ما النور يقطع، عشان النور عندنا رخم يعني، وبيقطع ساعتين متواصلين. فالنور لما بيقطع فانا بحس اليوم خلص بقى يعني. النور لما بيقطع ويجي تاني بحس اليوم خلص يعني، خلاص كده اليوم راح على كده فانا كنت عايزه اخلص قبل ما النور يقطع. كمان النور لما بيقطع المية بتقطع، فتخيلوا بقى اللي انا فيه النور والمية بيقطعوا مع بعض يعني. صدمة. الحياة بتقف كده لمدة ساعتين. وهنا الرخامة حسيت ان هي شوية كده مش نظيفة. هي ده استيكر عموما، مش الرخامة الأصلية.
حسيت ان هو مبقع كده، والبياض بتاعه مش البياض الناصع كده، وحسيت ان هو مبقع، فقلت ايه اديله غسله كده على السريع. جبت بقى الاسبونجه بتاعتي وشويه صابون وغسلتها، وهرجع بقى ايه بالفوطه اشطف كده والم الصابون واشطف لحد ما تنشف معايا وتبقى نظيفه زي ما انا متعوده عليها. بعد كده هرجع كل حاجه مكانها تاني، بس يعني بشطف وانشف كده لحد ما اتاكد خلاص ان هي بقت ناشفه ومفيش فيها صابون ولا حاجه. هرجع بقى كل حاجه مكانها تاني. كده خلصت المطبخ، يعني ما بقاش في حاجه اعملها في المطبخ دلوقتي خلاص، ولا مش هعمل يعني فطار ولا هعمل حاجه دلوقتي، ومفيش مواعين ومفيش اي حاجه، والبوتاجاز طبعا نضيف. فانا هكنس بس كده الارضيه وخلاص كده المطبخ فل شمعة منورة. هروح بقى على اوضه النوم. زي ما انتم شايفين طبعا الاوض النوم التانية الولاد كانوا لسه نايمين فيها، فانا هروق اوضه النوم بتاعتي انا بس. طبعا احنا لسه منضفين ومروقين في العيد، فكل حاجه نظيفه، مجرد بس ايه حاجه من على الوش كده، يعني ترويقه كده سريعه من على الوش بس وخلاص. لكن في العيد احنا كنا طبعا غاسلين الفرش وكنا مسحين وعاملين كل حاجة، فالموضوع مش مستدعي بقى ايه فرهضة، ولا اللي احنا نعمل تاني ونهد كل اللي احنا عملناه في العيد ونعمل تاني، خصوصا في الحر ده. فبما ان الدنيا نظيفة مش محتاجة، فيبقى التنظيف كده من على الوش. ظبطت السرير وطبقت الدفايه وحطيتها كده زي ما انتم شايفين، وخلاص التسريحه كانت متروقه، ما كانش عليها حاجه. الكومودينات برضو كانت نظيفه، ما كانش عليها حاجه. فانا بس هكنس كده الارضيه والفرش كده. ده طبعا لازم يتكنسوا كل يوم عشان بيبقى في حاجات بتقع او في تراب او حاجه احنا مش شايفينه، خصوصا البلكونه مفتوحه 24 ساعه، يعني مفتوحه بالليل وبالنهار، فممكن ندخل تراب او اي حاجه. فبس كده كده الاوضه بتاعتي نظيفه فله برضو، ما فيش فيها اي حاجه، كنستها بس من على الوش كده وخلاص. في الوقت ده بقى كان الولاد صحيوا وكنت طلعت عشان اروق الصاله. لو تلاحظوا برضو ان هي يعني باين ان هي نظيفه برضو. كنت عامله معاكم روتين قبل العيد في الصاله، فاللي ما شافوش بقى لو حابين يدخلوا يشوفوا. هنا بس ايه، انا هنا في اخر الصلاه عموما، مش في اول الصلاه. الصلاه طويله كده زي ما انتم عارفين. فانا اولادي كانوا صحيوا بقى وقاعدين، فانا صورت المكان اللي هما مش قاعدين فيه، يعني ما حبيتش بقى ان انا اقوم من مكانهم تاني والكلام ده. فانا بس ايه نظفت المكان اللي هما مش قاعدين فيه، هو ده اللي انا طلعته في التصوير. واللي بره التصوير بقى نظفت المكان كله بس ايه مع نفسي كده، عشان طبعا هما قاعدين مش جاهزين لتصوير او حاجه دلوقتي. نفضت الحافظه كده تنفيضه، قلت عشان لو عليها حاجه تطلع في التنفيض، لان ساعات لما بكنس بالمقشه مش بتنضف زي ما انا عايزه. وهنا رجعت المطبخ تاني، خلاص المواعين اللي انا كنت غسلاها اتصفت، هدخلها بقى في الاماكن بتاعتها. وكنت بقى هعمل بقى فطار خفيف، علشان انا كده كده هعمل غدا النهارده سمك. فانا هبعت اجيب سمك مشوي، فانا هجيبه حوالي الساعه 7 كده ولا حاجه. فانا قلت بقى ايه يبقى في الوقت ده نعمل فطار خفيف، علشان لما السمك يجي نبقى نعرف ناكل السمك، يعني ما نبقاش يعني ايه شبعانين او كده. فانا هعمل بقى جبنه وبطيخ، ودي احسن حاجه والاكله المفضله ليا خصوصا في الحر ده، في الفطار وفي العشاء كمان. يعني في اي وقت الجبنه والبطيخ شغال معانا، ما فيش مشاكل. اقطع بقى طبق بطيخ حلو كده، وكمان هطلع طبق جبنه والعيش وبس كده. الكلام ده احنا كنا الساعه 2 الظهر، فاحنا هناكل بقى الفطار البسيط ده. وبعت بقى حجزت السمك هيجيلي الساعه 7، نبقى ساعتها بقى نعمل الغدا، ويبقى غدا بعشاء، يعني السمك ده يبقى غدا بعشاء. ما هناكل الساعه 7 خلاص مش هناكل تاني. وكده يا حلوين، دي كان اخر حاجه في الفيديو. وما تنسوش بقى تحطوا اللايك، واشوفكم